له يا ابويا قومك خالفوا فينا الوصية، هجموا على داري وساتر ما علي، أخبرك يا ابويا نحلتي مني خذوها، وبضعتك من بعد عينك ما رعوها، اي وبين الباب والجدار اصروها، وعيني بتشوغها يا ابويا وبتشو حسين وحسن. تبث الآلام تقول له يا ابويا يا ابويا قومك ما رعوني ما رعوني، ومن بعد عينك سقطوني. لكن انت تتحمل هالكلمة، تتحمل لما خرجت مع خلف علي خلوا ابن عمي اولك شوف الدعاء شنو تشرح الى الرسول، شو تقول له؟ تقول له امر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع عذبني، وما اختشى ولا انكسر قلبه ولا رحمني. لذلك مصيبة الزهراء سلام الله عليها أيها الإخوة ما تحتاج إلى دليل. الشاعر يجي لنا يقول لنا الدليل موجودة، الآثار نطلب دليل، الآثار موجودة نطلب أدلة وبراهين حتى نثبت قضية الزهراء. يقول آثار الجريمة اليوم أبدا ما تريد شهود، والآثار يقول سطر الوجه لطم العين واضح والأثر موجود، جدم لج على الزندين وامتوني الوديع السود، عصرتها عصره والقال وما راقبت للمعبود. يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة، لا 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 ما يكفيها يا زهرة، ارفع صوتك يا زهرة يا زهراء يا زهرة. يلا حين اللي رفست الباب وعليه طبقت. دائما في مصيبة الزهرة أقرأ الأبيات. ليش؟ لأنها الأبيات تختلف تماما عن الأبيات الأخرى. ليش؟ على لسان حاله، هو اللي يشرح إلينا، استمع إليه، هو اللي من قامها بمصيبة الزهرة. شو يقول لك حين اللي رفست الباب وعليها طبقت، وبصدرها تلقت البسوار، سمعتها حنت وأنت. يقول الجان يا شيعة كسرت قلبي من زفرت، سقط محسنها بالعتبة الضلع حل من هشم لزمت. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء، صيحة إلى الزهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. بعد يكمل إلينا في الحادثة وهالجريمة. يقول طلعت لكنش طلعت ورا الكرار مفزعها،